التالية في مكة المكرمة، حيث جرت على مر العقود الماضية أعمال توسيع وترميم للمسجد الحرام حتى يستوعب عددا أكبر من الحجاج. اليوم تجري أعمال توسيع جديدة تنفذها مجموعة بن لادن، إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم العربي. لتوسيع مساحة المسجد الحرام تعتزم الشركة هدم أروقة أثرية، الأمر الذي يثير حفيظة مراقبتنا الدكتورة هاتون الفاسي. الخطة هي إزالة الأروقة العثمانية التي تحيط بمنطقة المطاف. جزء منها سيزال وجزء منها سيخفض مستوى حتى تمتد الساحات وتتصل بمنطقة المطار. عندما ظهرت أصوات غاضبة وأصوات مستاءة من عملية التوسعة التي ستنال من الأروقة العثمانية التي يعود تاريخها إلى أيضا فترات عباسية ومملوكية وأيوبية وغيرها، خرجت بعض التسريبات أو التصريحات التي تقول بأن ما سوف يجري للأروقة العثمانية وإعادة بنائها في مكان آخر. نظرا لخبرتنا السابقة بهذا النوع من التصريحات والتي لم تتحقق، أصبحنا لا نثق بها. لكن هناك العشرات من المساجد ومن المنازل ومن المواقع التاريخية التي لها أهمية كبيرة في السيرة النبوية والتي أيضا أزيلت من خلال الأحياء المختلفة التي أزالتها التوسعات. التوسعة التي تشهدها مكة المكرمة هذه الأيام تعتبر امتدادا للتوسعات التي شهدتها منذ العصور الإسلامية المبكرة، ولكنها في العقود الأخيرة تعتبر توسعات أكثر حدة وأكثر جذرية نظرا للأساليب الحديثة في الإزالة وفي القدرة على هدم البنايات العالية والجبال وغيرها، مما أدى إلى تغيير شكل مكة بشكل دراماتيكي. خلينا نقول يمكن أن نقول أن مكة لم تعد لها الصورة الروحانية التي كانت عليها.